السبب الأول إعطاء الوجوه الشابة فرصة كبيرة عشان يلعبون. تقريبا أنا شاركت فترة طويلة في المنتخب من 2001 إلى 2015، ولله الحمد يمكن كنت ما غبت على فترة المنتخب إلا لإصابات. بس الفترة الحالية هذا أشوف أنا الوقت المناسب لنا فيه أترك المنتخب السعودي، وفي أي وقت يبون نخدمهم إحنا جاهزين على المنتخب. كنت تقريبا ما هو بحلو الواحد إنه يعلن بعد خروج من بطولة أو خسارة بطولة. بالعكس هذا يعتبر أنه تنصل من المسؤولية. وأكون معك أنا صادق بعد أن تقريبا الفكرة في الراس يمكن أني أعتزل دوليا يمكن تقريبا من تصفيات كأس العالم 2014 اللي هو بعد خسارتنا من منتخب استراليا 4-2. كانت الفكرة والفكرة تراودني من الفترة هذيك، بس جتني بعض الاستشارات من أحد الفنيين والأصدقاء والمقربين واشخاص موجودين بالمنتخب الاتحاد السعودي اني استمر مع المنتخب الى تقريبا كاس الخليج اللي كانت بالبحرين، وهم بعدها بغيت اوقف. فكانت تعرف فتره تصفيات كاس اسيا يمكن تقريبا بعدها 12 يوم، وكان في تغيير واستمريت مع المنتخب. فقالوا لي كمل بطوله اسيويه بعدها ان شاء الله لك الحادث الحديث. فزي ما انت عارف يمكن تقريبا كنت امني لنفسي ان نحقق كاس الخليج، نحقق شيء كبير منجز للكره السعوديه ولو كاس اسيا، بس ما حالفنا التوفيق. فكان يعني ترى عن كل قناعة أنا مقتنع بالشيء اللي أنا فكرت فيه. لا والله الكابتن فيصل الدين أتمنى له التوفيق في المقام الأول في المرحلة والمسؤولية اللي مرمي على عاتقه في الفترة الحالية. ما كان في اجتماع، بالعكس أنا تقدمت بخطاب رسمي، كان كلام شفهي مع الكابتن زكي الصالح الله يعطيه الخير ويمسي عليه عبد العزيز، وبعدها قدمت خطاب إلى إدارة النادي، والنادي هم أرسلوه للاتحاد السعودي وصار بين اتصالات معهم ووافقوا. وبالعكس يعني ما كان لهم الرغبة اني انا اعلن اني يبوني استمر معهم في الفترة الحالية، بس الحمد لله على كل حال يعني اقتنعت انا بالشيء اللي انا سويته وتكلمت معهم فهمتهم وجهة نظري تفهموا للوضع اللي انا قلته. يمكن من اصعب اللحظات اللي هو لما توصل الى نهايات وما تحققهم، يعني من ضمنهم يمكن كان حلم لنا نحقق كاس اسيا 2007 ووصلنا الى النهائي بمجموعة شابة وما تحقق لنا المنجز هذا، ومن بعدها لو خسرتنا كاس الخليج بعمان، خسارتنا كاس الخليج هنا بالرياض، تقريبا خرجنا من بطولات كان منتخبنا يمكن يعتبر من المرشحين، ما حالفنا الحظ ما في توفيق. صعوبات كثيرة مرت علينا بالمنتخب، في ايام حلوة حققناها بعد حصلت لنا بالمنتخب، بس الحمد لله على كل حال كل لاعب لا يجي الوقت انه يتوقف. اتكلم معك اياها بصدق، ممكن المدربين اي مدرب يشوف اللاعب الاجهز واللاعب المناسب. طبيعي اي مدرب لازم انه يجي يلعب سواء في نادي او في منتخب يحب انه ينجح ويؤدي الشيء المطلوب انه يوصل الى منجز يحققه. اتكلم بكل صراحه، كل المدربين يجوني بيشتغلون على السي في حقهم انه يكون حقق بطوله سواء للنادي او المنتخب. انا اشوف الفتره اللي مضت سواء مع المدرب لوبيز او مع كوزمن كان وجهه نظرهم ان المجموعه والتشكيله اللي لعبت هم اللعيبه الجاهزين. وبكل صراحة يعني أتكلم معك إياها بكل صراحة، يعني مع احترامي يعني للكل اللي يقولنا في تدخل تشكيل، ما في أي تدخل. ممكن كانوا في الفترة الحالية هذيك بكل صدق أتكلم، مو بأن أنا منتمي لنادي الهلال أو لعيبة نادي الهلال، كان هم اللعيبة الجاهزين وفورمتهم عالية. ممكن تقريبا بدينا احنا موسم قوي من مشاركاتنا بطولة آسيوية، فكانوا هم اللعيبة الجاهزين. بطولة 14 سنة ما أظن يعني لو في تدخل كان سعود كريري انشال من اول يوم. سعود كريري من يوم ما بديت والله الحمد في المنتخب مشارك معك يعني تقول لي اذا كان في تدخل الحمد لله. يعني اتكلم معك بصراحه ما عندي جيش اعلامي اي ما عندي جيش اعلامي، هذه واحده بعيدا عن الاعلام. ما عندي دعم خارجي او اني انا والله مصادق مدرب او اداري، ما في الشيء هذا. لو في تدخل قلت لك سعود كريري من يوم ما انضم المنتخب ما قد استبعد يعني. عندك جيش اعلامي ودعم خارجي وعلاقات؟ والله اكو ما هو في التشكيل عندنا بالكره السعوديه احيانا الاعلام له تاثير كبير، خاصه الاعلام السعودي يعني اعلام قوي فياثر على امور كثيره. يعني الاعلام السعودي بصراحه انا بعد اتكلم معك يا بصراحه لسه انا قادر اعطي بالنادي. انا قراري ممكن اعتزال الدول، البعض يمكن يربطها انه باعتزالي بعد محليا، لا بالعكس يعني انا اشوف اني لسه قادر ولله الحمد، وقلتها من قبل واقول الحين انا الفتره اللي انا اشوف فيها ماني قادر اني اعطي
راح اوقف، يعني من غير ان اي احد يجي يضغط علي او يقول لي وقف. بالعكس انا اعرف الوقت اللي انا اختار فيه الوقت المناسب. عقدي ساري المفعوله مع نادي الهلال لسه، وكل حادث حديث، وليش لا؟ ممكن اذا ما استمرت مع نادي الهلال بالعكس قضيت ايام حلوه وايام جميله مع نادي الهلال، ممكن لنا قصه اني احقق معهم منجز ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه ان شاء الله نحقق اقرب بطوله. اتكلم معك انا صادق، انا فكرتي وتوجهي ان شاء الله باذن الله اذا تركت المجال الرياضي بصفه عامه اني ابعد عن المجال كله بصراحه، برتاح شوي.